عندي طفل عمره 3 أشهر. هل يمكنني الحصول على حليب صناعي لطفلي؟ هل يمكنك الحصول على بعض الأشياء لطفلك؟ آسف. بعض حليب الأطفال. أنا أعاني من صعوبة في الحصول على الحليب. نعم. هل تعتقد أن بنك طعام؟ لأن إحنا كنيسة ليس لدينا مثل هذه الأشياء. حسنا، أنا فقط أردت حسنا، شكرا لك. كنت أعتقد أنك تستطيع المساعدة. امرأة بريطانية الآن تؤم بفضيحة حليب الأطفال، وقد جعلتها رسميا فضيحة دولية لأنها اتصلت بأكثر من 30 كنيسة ولم تكن واحدة منها مستعدة لمساعدتها. في الواقع لقد ضحكوا عليها، قيل لها أن تتوقف عن الاتصال والتوسل، تم قطع الاتصال بها مباشرة. أنت شخص محتاج، طفلك البالغ من العمر 3 أشهر يتضور جوعا. نغمة: هل تسمعني؟ ابنتي لم تأكل منذ الليلة الماضية. أحتاج إلى بعض المساعدة في شراء حليب الأطفال. عذرا، ماذا فعلت ابنتك؟ ابنتي لم تأكل منذ الليلة الماضية. أنا بحاجة إلى بعض المساعدة في شراء. لقد أغلق الخط في وجهي. تتصل بالمساجد. أعتقد أنني أقول ذلك بشكل صحيح. أكثر من مسجد هو مساجد. إنهم يقولون نعم. ليس شيء أنهم يقولون نعم، بل إنهم لا يسألون من هي، لا يسألون إذا كانت عضوة، لا يسألون إذا كانت تحضر مسجدهم. مجرد أن يسمعوا أنها محتاجة وطفلها للبالغ من العمر 3 أشهر جائع وهم خيكي. واللي جعلني أبكي قال: أرسل لي صورة للتركيبة التي تستخدمينها. أين يمكنني مقابلتك؟ وهي تقول: جونس، يمكنني أن أستقل الحافلة إليك. لا تستقلي الحافلة لأنها تكلف مالا. لا تستقلي الحافلة. سأتي إليك، فقط أخبريني أين أحتاج لمقابلتك وسأحضر لك علبتين من حليب الأطفال الآن. وهي تكاد تبكي لأنها في هذه المرحلة قد قيل لها لا مرات عديدة من الكنائس، وكلما اتصلت بمسجد وقالوا لها نعم لا تصدق ذلك. هل من الممكن أن تساعدني في الحصول على بعض الحليب لطفلي من أجل... حسنا، هل يمكنك إرسال الصورة لي؟ إذا كان بإمكانك إرسال الصورة لي. صورة الحليب؟ حسناً، وماذا بعد؟ هل تريدني أن آتي إلى المسجد لمقابلتك؟ لا يهم، كما تعلم الأمر يعود إليك بعد مهم. أين زوجك؟ لا يوجد دعم؟ ليس لدي دعم. أنا لست مسلمة. أنا فقط كنت بحاجة إلى شخص يساعدني في إطعام طفلي. لا تقلق. حسنا، هل يمكنك القيادة؟ لا، بس يمكنني ركوب الحفلات بشكل جيد. لا تأتي بالحافلة. أستطيع أن أوصلك إلى مكانك. حسناً، سأرسل لك الصورة. شكراً جزيلاً لك. لا تقلق. كم تريد، 1 أم 2؟ يمكنك أن تحضر لي 2. حسنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. أنا أعاني حاليا. ابنتي عمرها 6 أشهر وأحتاج إلى مساعدة في الحصول على حليب الأطفال. سيأخذه إذا طلبت منك ذلك، أو كيف يمكنني توصيله إليه؟ نعم، أستطيع أن آتي وأحصل عليه، لكن لست مسلما. هل هذا لا يزال مقبولا؟ أنا أواجه بعض الصعوبات حاليا مع ابنتي. أردت أن أعرف هل يمكنكم مساعدتي في الحصول على حليب الأطفال؟ عمرها 6 أشهر. 6 أشهر. نعم، يمكنك أن تأتي وترى الأخ كينان في 4:40 اليوم. حسنا، لكنني لست مسلمة. نعم، هذا جيد. لا تقلق، إذا ليس فقط للمسلمين. عندما يتعلق الأمر بالأديان مثل الناس في الإسلام، هل تم غسل دماغي طوال حياتي لأرى زملائي المسيحيين وهم يضحكون في وجه طفلها البالغ من العمر 3 أشهر يتضور جوعا وأنت تضحك في وجه الأم؟ هل تعرف كم عدد الكنائس التي كان عليها الاتصال بها حتى وجدت واحدة كانت مستعدة للمساعدة بعلبة حليب للأطفال؟ 43.